باستا معمولة بحب، لذيذة بشكل بجد مش عادي، لو جربتيها هتدمنيها. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل وصفاتي، وكمان تحطولي لايك. يلا بينا نخش على الطريقة. في الاير فراير شويت 4 طماطم و2 راس توم و2 فلفل حار، طبعا اختياري، ممكن تستخدمي فلفل عادي، ورشيت عليهم زيت زيتون او زيت عادي. وادخلهم اير فراير 15 دقيقة على حرارة 200. تقدري طبعا تعملي ده في الفرن. سلقت المكرونة بتاعي، مية فيها شوية زيت ورشة ملح وسلقت فيها المكرونة. انا استخدمت هنا حوالي 200 جرام بس مكرونة. هنا بعد ما الخضار اتشوى طبعا ههرسه بالهاند بلندر او تضربيه في الخلاط عادي من غير اي سوائل، هو اصلا دايب دوب. ريحته تجنن، والثوم طعمه وريحته تجنن وهو مشوي. الوصفة دي بجد يعني اصحاب المزاج، وانتي قاعدة رايقة كده بالليل جعانة بقى ولا حاجة، وهتغنيكي عن المكرونة التقليدية اللي احنا بنعملها، المكرونة الحمراء ام صلصة دي بجد جميلة قوي. طبعا تقدري تضيفي او تشيلي او تحطي اللي انتي عايزاه، بس حتة شوي الخضار بتديها طعم لذيذ جدا. بس هضربه ويتضرب بسهولة معاكي خالص. اول ما ينعم معايا في طاسة هكون مجهزاها على النار، فيها معلقة زبدة وشوية زيت او زيت بس زي ما تحبي، وهنزل عليهم بالخليط اللي احنا ضربناه. هنا تمام بقى جاهز معايا. الزبدة اول ما تسيح هنزل عليهم بالخليط، ريحته تجنن على النار. كان عندي شوية كريمة لباني اخر حاجة في العلبة، حوالي ربع كوباية، وحطيت ملح بس، ما حطيتش اي توابل تاني. طبعا تقدري ما تحطيش كريمة عادي بس. وهنزل عليها بالمكرونة بتاعي. الريحة تجنن بجد، ريحتها مميزة مش زي الصلصة العادية. هقلبهم يتخلطوا مع بعض وخلاص بقت جاهزة معايا. كان عندي بقى حتة برمجان كده رشتها على الوش للتزيين، وشوية كزبرة. عايزة ترشي جبنة رومي ممكن، جبنة شيدر ممكن، من غير جبن خالص هتبقى لذيذة برضو. هي الصوص بتاعها اصلا يجنن لوحده. بجد جربوها وهتدعولي. لو وصلتوا في الفيديو لحد هنا شكرا لكم بجد، وما تنسوش تحطولي لايك.